هندسة، عمالين تقولوا لي البرمجة سهلة البرمجة سهلة، والموضوع طلع صعب جدا والدنيا غرقانة يا هندسة، الواحد مش عارف يتعلم أي حاجة يا هندسة، المصادر كتير جدا، بيكتبوا على الكيبورد بسرعة وأنا لسه بيبي صغير. يا باشا اهدى بس كده، اهدى. الموضوع والله سهل جدا وبسيط، بس انتوا اللي بتعقدوها على نفسكم. يا هندسة ما انا اتفرجت يا هندسة على كذا كورس يا هندسة ولقيت نفسي مش فاهم حاجة. موضوع سهل ايه بس يا هندسة؟ يعني انت اتفرجت على كذا كورس ولقيت نفسك مش فاهم حاجة خالص؟ والله العظيم ما فاهم اي حاجة. طب انت دلوقتي يا ابن الناس جربت الكورس اللي انا عامله؟ لا بصراحة ما جربتش، بس انا معرفش اصلا انت واقف فين يا هندسة، يعني ما انت هتلاقيك مسابق. لا يا باشا، احنا النهارده باذن الله هنشرح لغه السي، هنكمل لغه السي، فلو انت ما اتفرجتش المفروض ترجع من الاول خالص كده وتبدا من الاول. يا هندسة بس انا عندي مشكلة تانية يا هندسة، اللي بيكتب يا هندسة على الكيبورد يا هندسة بيكتب بسرعة يا هندسة، وانا لسه يا هندسة اول مرة يا هندسة، وبيجروا يا هندسة بسرعة في الشرح يا هندسة. يا باشا كل العيوب اللي انت بتلاقيها في اي كورس تاني محلولة، انا مقدر وعارف، مش عشان خاطرك انت بس، ده عشان خاطرك وعشان خاطرهم برضك. احنا مقدرين عزيزي المشاهد كل العيوب اللي انت بتمر بيها، كتاب على الكيبورد سريع، مش عارف تلحق تكتب الكود، حاسس ان انت مش فاهم حاجة والدنيا غرقانة منك، بس اهم حاجة تكون ماشي معايا من اول نقطة ومن الاول خالص. كتابة على الكيبورد بتكون بطيئة جدا، بحيث ان اي حد داخل مبتدئ ما عندوش المهارة ان هو يكتب على الكيبورد بسرعة، احنا ان شاء الله باذن الله بنحل المهارة ديت، وبنبدأ نعلي السرعة واحدة واحدة مع بعض، وكمان بنشرح مع بعض جزئية جزئية. اظن يا باشا بقى كده دلوقتي انت ما عندكش حجة، كل حاجة جاهزة قدامك، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. يلا بينا كده نعمل النهاردة برنامج بسيط كده بلغة السي، وكنا برضك واخدينه في سكراتش، فلو ما اتفرجتش على بقية الفيديوهات ما ينفعش تخش هنا، مستحيل تفهم حاجة اصلا، لان انا الحاجات اللي هشرحها هي مبنية على اللي فات، فبعد اذن سيادتك اتفرج على اللي فات الاول علشان خاطر مستقبلك والنبي. ماشي، وتعالى بينا يلا بقى كده نبدأ. وقفنا احنا عند الجزء اللي فات، للناس اللي كانت سامعة معايا الجزء اللي فات عملنا برنامج بسيط كده كان بيطبع لي برنت هالو وورلد. النهارده برضو هنعمل برنامج بسيط، وزي ما اتفقنا كده في اول الفيديو الكتابة على الكود هتكون بسيطة جدا يعني، بس البرنامج دوت هيكون اخر حاجة بسيطة احنا هنعملها، يعني النهارده كده اخر جزئية ان احنا نعمل حاجة بسيطة ان شاء الله باذن الله. من اول الفيديو اللي جاي هتكون في برامج تقيلة، فياريت تذاكر الجزئية دي كويس وتكون ذاكرت الجزئية اللي قبلها، يعني مفيش اسهل من كده اصلا من اللي احنا هناخده النهاردة. تمام، مبدئيا كده الموقع اللي اتعرض قدامك دوت، الموقع دوت فيه مكتبات جاهزة. هتقولي يعني ايه مكتبات جاهزة؟ هشرح لك ببساطة يعني ايه مكتبات جاهزة، وهبقى اعمل لك فيديو عنها منفصل. مكتبات جاهزة يا معلم حاجة بيكون فيها اوامر واحنا بنخش ناخدها على الجاهز، وانت لما تتعلم برمجة هتبقى انت اصلا تعمل لنفسك مكتبات، والمكتبات دي اصلا بتكون حاجة مجانية مش حاجة مدفوعة فور فري، يعني لو دخلت على اللينك اللي قدامك دوت هتلاقيه مليان مكاتب. فسيادتك بنعمل ايه بقى؟ في مثلا مكتبة اسمها مكتبة سي اس 50. هتقول لي يا محمد طب المكتبة ديت فيها ايه؟ هقول لك المكتبة دي فيها اوامر، اعتبر ان الاوامر ديت ارفف يا عم، فيها اوامر كتير. الأوامر ديت بالترتيب كده زي ما أنا هعرضهم قدامك، بس احنا طبعا مش هناخدهم كلهم، يعني هي بعض الأوامر هناخدها والبعض التاني لأ. عندك حاجة اسمها get end ديت بندخل منها مثلا أرقام غير صحيحة، أو عندك حاجة زي get string اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة، ديت بتسمح لك إن انت تدخل نصوص. فسيبك كده من كل اللي تعرض لك، تعالى ناخد النهاردة وظيفة get string. جيت سترينج ديت يا عم وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا بدخل نص، بتسمح لي في لغة سي ان انا ادخل نص دوت كده كان رف في مكتبة سي اس 50، بتسمح لي ان انا ادخل نص. طب زي ايه؟ تعالى كده نفتكرها لك ببساطة. فاكر كده لما كنت جايلك في بلوكات بتاعة سكراتش وكنت باجي نستخدم بلوك اسمه اسك، وكنت اجي اسألك فيه عن اسمك واقول لك واتس يور نيم، وهو كان بيجاوب عليا مثلا بهلو اسمي هلو محمد، هلو محمود، هلو احمد، ايا كان اسمي، وكنت بجيب حاجه اسمها انسر عشان خاطر النتيجه اللي بتطلع بنحطها في انسر. واحد يقول لي طب ما انا مش عارف يعني ايه انسر، هقول لك انا هقوله لك بس برضه لازم تسمعه في لغه سكراتش. انسر يعني متغير،
ومتغير بنحفظ فيه القيمة اللي طالعة من الكود. يعني ايه مش فاهم؟ يعني النتيجة اللي هتطلع من الكود بتتحفظ جوه عنصر. ايه عنصر دوت؟ متغير في البرمجة بنحفظ فيه القيمة. يا رب تكون فهمتها. المتغير في البرمجة بنحفظ فيه القيمة. فاحنا لما نيجي نكتب الكود انا هقوم قايل له ايه؟ هقوم قايل له الاول string answer. يعني ايه كلمة string answer؟ string answer ديت كده انا بعرف عندي البرنامج، بقول له string answer. يعني جيت string ديت انا عايزك تحط الناتج بتاعها في قلب answer. طب هو مش عارف، لو كتبت له answer بس هيقول لي طب ماشي answer دي تبع ايه؟ لان احنا زي ما احنا عارفين الكمبيوتر غبي جدا. فانا بقوم قايل له هي تبع جيت string، فبقوم كاتب له كده اختصار ليها string. يبقى انت كده هتاخد الحاجه اللي طالعه من جيت string تحطها لي. ليه استخدمت مكتبه جيت string؟ لان مكتبه جيت string هي اللي بتسمح لي ان انا ادخل نصوص. عشان كده هقوم سائل السؤال اللي هو واتس يور نيم. فعشان كده قلت لك البرنامج النهارده هيكون بسيط، فلو ركزت معايا اصلا هتلاقي كل حاجه ماشيه معاك زي الفل ومش هتقلق منها. فتعالى بقى كده يلا بينا نبدا. نبدا كده باول حاجه كنا واخدين انكلود استوديو دوت اتش. الحاجات دي بتكون اساسيات مش هتتغير. دي برضو مكتبه من المكتبات الجاهزه. مكتبه انكلود استوديو اتش دي برضو مكتبه من المكتبات الجاهزه اللي احنا كنا واخدينها مع بعض. فلازم برضو تتكتب معانا وانا ماشي معاك بالراحه فما تخافش. فهقوم قايل له انكلود، هتكتب معايا كده زي الشاطر انكلود. تمام يا معلم، كتبنا مع بعض انكلود. انا ماشي معاك والله واحده واحده كده مش بجري. نكمل بعد كده هقوم قايل له استوديو دوت اتش او استوديو دوت اتش، وتقوم حاطط نقطه كده فاصله اتش، لان الفاصله يا جدعان في البرمجه مهمه جدا، فمحدش في النبي يعمل الحاجات دي. فانا كده قلت له انكلود استوديو دوت اتش. كتبت عندي المكتبه القديمه، لان كل ما المكتبات تتراكم يعني ما تخافش احنا هنكتبها، احنا ما بنسيبش مكاتب يا معلم. تمام يعني كده الدنيا ماشيه تمام. يا رب ما يكون عندك مشكله. احنا عايزين نعمل الشرح ده لايفات عشان خاطر الناس لو عايزه تتفاعل. فهقوم جاي هنا كده واقوم دايس انتر، واقوم برضو عامل المكتبه بتاعتي بقى اللي انا هشتغل عليها، وهي مكتبه انكلود سي اس 50. فانا هعرف البرنامج هقول له انا هشتغل على مكتبه اسمها انكلود سي اس 50، فهو اوتوماتيك كده هيعرف انا لسه يعني هو انا قلت له هشتغل على مكتبه انكلود سي اس 50، فهو لسه مش عارف يعني هو انا هشتغل على انهي واحده فيهم. لان انا زي ما قلت لك هي فيها حاجات كتير جدا يعني فوق ما انت هتتخيل. ديت فيها كمية أرفف غير جيت سترينج، حاجات بتدخل منها أعداد عشرية، حاجات بتدخل منها حاجات غير صحيحة. تمام يلا بينا. سي اس 50، فهقوم قايل له سي اس 50 كده. أنا ماشي معاك بالظبط واحدة واحدة زي ما أنت عايز. تمام كده أنا كتبت المكتبة التانية عندي مكتبة سي اس 50. يعني كده أنا كتبت عندي المكتبتين، وكده المكتبتين دول جاهزين. هقوم نازل، كنا بنكتب برضو مع بعض حاجة اسمها انتمان فويد. عشان كده عمال اقولك لو ما اتفرجتش لازم تتفرج على المحاضرة اللي فاتت، لازم تتفرج فاتت، ما ينفعش تخش من غير ما تكون دخلت على المحاضرة اللي فاتت. بس هنيجي هنا كده واقوم كاتب له كلمة مان. تمام واقوم جاي هنا برضو واقوم كاتب له فويد. تمام برضو بتقوم جاي هنا كده وتقوم مديها فاصلة. تمام يا باشا زي الفل. انزل بقى بالقوس اكتب الامر. انا كده عرفت له، قلت له كتبت لك ان كلود سي اس 50 وانت مان فويد. دي حاجه برضو مشتركه بين المكتبتين يا معلم. تمام هو بقى هيقول لي بقى طب خلاص انت عايز ايه؟ اكتب لي الامر اللي انت عايزه. هقول له خلاص اول حاجه بعملها اقوم فاتح له كده قوسين زي العسل. تمام اقوم بقى قايل له سترينج انسر، يعني الناتج اللي هيطلع هتقعد تحطه لي بانسر، وحطيت لك سترينج عشان خاطر تكون عارف يا باشا زي الفل، عشان خاطر ما تجيش تديني ايرور. تمام وربنا يستر ما يديناش ايرور يعني. فاول حاجه هكتبها له وهي سترينج. اكتب معايا سترينج.
تمام كده انا كتبت له سترينج، بعد كده اقوم قايل له سترينج انسر، فكتبت له السترينج بعد كده اقوم قايل له سترينج يا باشا انسر، انا عايز منك اللي هي سترينج انسر. تمام بعد كده هقوم قايل له بقى جيت سترينج اللي هي المكتبه بقى ذات نفسها، هقول له انا عايز من الرف دوت طبعا بيسمح ان انت تدخل نصوص، هقول له خلاص عايز بقى ادخل كذا كذا كذا، هقول له اول حاجه انا عايز يا سيدي الرف اللي هو بتاع جيت سترينج. تمام فهقوم قايل له جيت سترينج برضو، هقوم كاتب له تاني سترينج. يا رب ما اكون جريت معاك كده، انا فكرة على كده بكتب بطيء برضو يعني، بس خد بالك ان كل مرة زي ما اتفقنا السرعة هتزيد. فكتبت له جيت سترينج واسأله بقى السؤال اللي انا عايزه، لان جيت سترينج دي بتسمح لي ان انا ادخل نصوص. فهقوم قايل له مثلا واتس يور نيم، عايز اسأله عن الاسم وليكن، فهقوم قايل له كلمة واتس يور نيم، فهقول له وات از يور نيم. تمام يا معلم، تمام زي الفل كده الدنيا ماشية. ما تنساش بقى معاك علامة الاستفهام بالله عليك. تمام برضو تمام، وبرضو ما تنساش الفاصلة ديت. وانا على فكرة ابقى انزل لك كده زي بوست في كل علامات الترقيم في البرمجة، من العلامات ديت او اللي هتقابلك في اي لغة تانية عامة يعني. وما تنساش بقى السيمي كولون اللي احنا اتفقنا ان ديت بنختم بيها عشان خاطر اعرف الكمبيوتر ان انا خلاص مش عايز حاجة تاني. تمام كده انا عرفت الكمبيوتر جيت انسر، يعني قلت له اسألني السؤال دوت والناتج اللي هيطلع تحطه لي في انسر. طب انت بقى عايز تطبع ايه؟ ماشي هسألك السؤال دوت، خلاص ماشي هتطبع لي معايا كده، هتقوم قايل له برنت اف هلو انسر. بتقول له ايه؟ بتقول لي يعني انت هتطبع لي هلو ومعاها انسر ديت اللي هو الناتج اللي هيطلع زي ما اتفقنا ان احنا هناخده نحطه في انسر، عشان خاطر الناتج لما يطلع يوم قايل لي مثلا هلو محمد هلو احمد هكذا يعني ماشي. فهقوم كاتب له هنا كده، هقوم قايل له برنت اف. تمام كده الدنيا ماشيه معانا زي الفل. بعد كده اقوم قايل له برنت اف عايزك يا سيدي تطبع لي ايه، اقول له عايزك تطبع لي هلو وتقوم برضو جاي حاطط العلامة. هكتب بقى كده حاجة أنا عارف إن أنت ممكن تكون مش عارف فاهمها، بس هتفهمها بعدين يعني، أنا هفهمها لك متقلقش ماشي. فما تقلقش من اللي أنا هكتبه دوت هتفهمه يعني. علقت معاك أنا وعارف إن أنت مش فاهم يا صاحبي، بس ما تخافش يعني، مش هسيبك يعني، كل حاجة هتلاقي نفسك فهمتها، أنا قلت لك إن أنا مش هسيبك. فبعد كده هتقوم قايل له انسر، انا يا سيدي عايزك تحط لي الناتج في انسر. تمام كده انا عرفته. ديت بقى معناها ايه؟ بص يا سيدي، كلمة باك سلاش ان ديت لوحدها علشان خاطر لما اكتب هنا في التيرمينال ويطلع لي الناتج اللي ينزل معاه سطر كمان، ودبل اس ديت معناها ان انا بقول له هلو اند، يعني انا لسه هكتب تاني كلمة انسر ديت تبعك اللي انت هتحط لي فيها الناتج، اللي هي زي حاجة مثلا كده لما انت مثلا بتيجي تكتب مثلا في العربي او في اي لغة تانية مثلا اند يعني انت بتقول لي مثلا محمد اند احمد، محمد واحمد هكذا يعني ماشي. فدي كده معناها ان انسر مشتركة مع هلو. كده انا فهمت الكمبيوتر ان انسر مشتركة مع هلو، وبكده انا كتبت عندي البرنامج. فهنزل على التيرمينال، فادعي كده معايا ان هو ما يطلعش فيه ايرور. الله اكبر، الكود طالما نزل معايا كده يبقى كده مفيش ايرور. فهقوم قايل له باك سلاش هلو، كده احنا اتاكدنا ان هو الحمد لله يعني مفيش ايرور. معلش يا جماعه الاتش ديت باك سلاش هلو. تمام، وقوم ضغط انتر، فسألني اسمي بقى، قال لي واتس يور نيم.
طب قول لي انت اسمك ايه عشان خاطر احطه في الانسر. انا وليكن يا عم هقول له ان انا اسمي محمد، انا اسمي محمد. تمام تمام. هلو محمد، شال الانسر ودخل فيها محمد. عرفت فايدة الباك سلاش ان ديت؟ لو ما كتبتهاش عادي ما كانتش هتأذيني، بس الفايدة بتاعتها جت فين بقى؟ بص نزل معاه سطر تاني ازاي لوحده. ده كده كان برنامج بسيط جدا جدا جدا. هناخد بقى برنامج اكبر منه اصغر منه، بيكون برنامج كبير كده شويه بقى وفيه كذا سطر وجود المره الجايه. فلو استفدت بقى من البرنامج دوت طبعا لازم تتابع طبعا الكورس من اوله. طبعا مش بوصيك يعني الاشتراك طبعا يعني، وتدعمنا كده بلايك جميل من عندك. يلا والسلام عليكم.